طبعا يا جماعة عايزة اقول لكم النهاردة قرية أتميدة مجموعة الخير بتعمل عظمة. مجموعة إطعام غير القادرين قالوا لازم إن احنا نفرح الناس، لازم نعمل لهم حاجة كويسة زي ما بنعمل في بيوتنا بالظبط. فقلنا لازم نعمل محشي. دي المفاجأة طبعا اللي كنا قايلين لحضراتكم عليها. عايزة أقول لحضراتكم إن احنا الرز لازم يغربلوه وينقوه، لازم زي ما بنعمل في بيوتنا برضو نقدمه لحضراتكم. النهارده كانت المجموعة 2، مش مجموعة واحدة بس، لأ احنا بنقسم يعني كل يوم بتيجي مجموعة تانية. مثلا النهارده 4، النهارده 5، بكرة 4 مختلفين أو 5 تانيين. فالنهارده كان كله متجمع مع بعضه، وناس إضافية كمان جت تساعدنا، علشان ما شاء الله ما شاء الله كمية المحشي كبيرة جدا. يا رب ألف هنا ليهم. شكرا لإخواتنا اللي ساعدونا. عايزة أقول لكم إن ما شاء الله المحشي فاض معانا كمية كبيرة جدا، ودي المفاجأة اللي قلنا لحضراتكم عليها. زي ما بنعمل في بيوتنا أكيد هنقدم ليهم زي ما بنعمل عندنا. ما شاء الله دي اللحمة، طبعا ما ينفعش محشي من غير ما نقدم يا فراخ أو لحمة. شكرا لكل القائمين على العمل، شكرا لكل صندوق وقفوا معانا علشان نقدم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. عايزة أقول لحضراتكم إن كل يوم الوجبات بتزيد يوميا، في زيادة للوجبات يوميا. ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب. كده خلاص احنا بدأنا ان احنا نسوي المحشي. كل اخت فينا ماسكه، كل ام طبعا ماسكه حله بيزودوها يعني عشان خلاص تكون جاهزه. ما شاء الله اللهم بارك. برضو معانا اللحمه بنتاكد برضو من سواها. ربنا يجعله يا جماعه رمضان خير وهنا على الناس كلها يا رب. النهارده برضو في حاجه احنا عملناها برضو من اول رمضان ودلوقتي تاني. كل اسره احنا ودينا لها كيس بلح لغايه عندها، بدل ما احنا نحط في الوجبه. كنا الاول بنحط في الوجبه، دلوقتي لا، بنقدمه لهم هم ياخدوه يفطروا بيه، يعملوه بسكر بلبن باي حاجه اللي هم عايزينه. الحمد لله بألف هنا. زي ما حضراتكم شايفين وصلنا للنهايه، جهزنا الوجبات، لسه التغليف ان شاء الله، ولسه طبعا هنحط اللحمه وبنعد العدد اللي بتحط عليها علشان نقدمه لحضراتكم. وزي ما قلت لحضراتكم بألف هنا، بألف هنا ليهم يا رب. ربنا يجعل في ميزان حسنات كل القائمين على العمل، كل المساهمين، كل المتبرعين، كل وقفوا معانا وساندونا، كل ام وكل اخت فكرت في كده، كل ام وكل اخت برضو حبت انها تقف معانا وتدعمنا وتساعدنا. شكرا لكل اخ واخت. هنا طبعا النهايه خلاص، بنجهز بقى ان احنا نحط اللحمه على المحشي عشان يتغلف وتقدم لحضراتكم. كل سنه وحضراتكم بخير، كل سنه وحضراتكم طيبين، ولسه ان شاء الله في مفاجآت تانية اقوى واقوى. ان شاء الله استنونا في عمل الخير. ربنا يجعله في ميزان حسنات كل القائمين. كل سنه وحضراتكم طيبين. السلام عليكم.